مانشستر يونايتد وإقالة روبن أموريم هذا الصباح، أو بالأحرى أمس، اتخذت إدارة الفريق هذا القرار بعد التعادل أمام ليدز يونايتد. أموريم قال لهم قبل 18 شهر بأنه جاء ليبقى على العارضة الفنية لمانشستر يونايتد. وطبعا يجب أن يعلم بأن مانشستر يونايتد هو أكبر فريق في العالم بجوار ريال مدريد وبايرن، هو فريق هناك منظومة مالية وضغط جماهيري وإكسبكتيشنز من هذا الفريق. هو ليس لعبة، يعني يحتاج مدرب من الوزن الثقيل، يحتاج إنسان مثل مورينو، مثل زيدان، مثل غوارديولا، يحتاج مدرب من الوزن الثقيل ومن عنده تاريخ تكتيكي، وعنده تاريخ في رابطة الأبطال، لأن الإكسبكتيشنز مع مانشستر يونايتد هو الفوز ب دوري أبطال أوروبا الذي يعني فقده الفريق منذ 2007. لذلك يعني هو حاول، يعني حقيقة هو حاول وبذل مجهودات، لكن للأسف الخلفية التقنية لهذا المدرب والتاريخ والقدرات لا تسمح له بأن يقدم لجماهير مانشستر يونايتد ما يبحثون عنه. مشكلة مانشستر يونايتد هي أعمق بكثير من مدرب أو البكاء الأطلال ويعني يجيبوا كريستيانو رونالدو لا. الفريق يعني لو نتذكر في سنوات 2007 يعني العصر الذهبي لمانشستر يونايتد، هناك جودة، هناك اسم تاريخي، مدرب تاريخي للفريق، السير أليكس فيرغسون. هذا المدرب الفريقي لديه قوة نفسية وقوة يعني تكتيكية سمحت له في الاستمرار وتدريب مانشستر يونايتد سنوات لعقود، وجعلتهم من بين أكبر المنتخبات تتويجا بالألقاب، يعني البريمير ليج يعني بالإضافة إلى القوة التكتيكية، القوة النفسية، القوة العقلية، الحضور، مواجهة الجماهير، مواجهة أيام الغضب، مواجهة الانتكاسات، الهزائم. هذا ما يحتاجه المدرب. بالإضافة إلى المدرب الأسطوري هناك لاعبين أسطوريين. لو تتذكرون مانشستر يونايتد، من كان في مانشستر يونايتد؟ كان حارس مرمى أسطوري شمايكل، كان جيكس، كان سكولز، كان رونالدو، كان يعني نجوم كبار، نجوم، كل نجم كان يصنع الفارق. الآن لو يعني تنظر على فريق مانشستر يونايتد من الدكة إلى 11 لاعب الأساسيين، لا يوجد لاعب واحد يستطيع أن يصنع الفرق. هذه الحقيقة بالنسبة لجمهور مانشستر يونايتد يجب أن يفهموها. لا يوجد لاعب واحد يستطيع أن يصنع الفرق، لا يوجد لاعبين. يجب أن تتعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع، يجب أن تتعاقد مع لاعبين من طراز جود بيلينغهام، لاعبين من طراز مودريتش، لاعبين من طراز يعني لاعب حقيقي، لاعب نجم. أنت تحتاج إلى نجوم، وليس واحد أو اثنين، ولكن في كل المراكز. وبالطبع تحتاج إلى مدرب، تحتاج، ولو أنه يعني صعب أنك تجلب زيدان، حيث أنه صرح وقال أنه البريمير ليج هي صعب وليست يعني المناخ هو اللي يبحث عنه. لكن لو تجلب زيدان ومجموعة من اللاعبين حقيقة سوف يكون تغيير. يجب أن تصرف، بما أنك مانشستر يونايتد أكبر النوادي دخل، يعني دخل مانشستر يونايتد هو أكبر من دخل ريال مدريد. طبعا عندك أموال، والمالكين جلايزر، المالكين هذا من النادي الذين
يطلبون 6 ملايير دولار. اجلب لاعبين، اجلب مدرب من الطراز الرفيع وانتظر النتائج، وخلي لأن الفريق عنده الميكانيزم التجاري، خلي الخزينة تمتلئ بالأموال. هذا يعني عموما في الأخير لا تنسوا زر اللايك والاشتراك، وشكرا لكم. سلام.